السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة معادنا مع الجزء الثاني في الدرس الثاني تاريخ الحملة الفرنسية. تعالى يلا بينا نعرف إيه هي ثورة القاهرة الأولى، إيه هي ثورة القاهرة الثانية، طب مين مسك الحملة بعد نابليون، طب مين اللي مسك الحملة؟ قال لك في الآخر خالص طب إنجلترا كان دورها إيه في إخراج الحملة الفرنسية؟ كل ده هنعرفه في الجزء الثاني معانا النهاردة، ولازم برضو تتفرج على فيديو الحل. فيديو الحل هيكون مرفوع، ولو ما اتفرجتش على الجزء الاول ارجع اتفرج على الجزء الاول. ويلا بينا نشوف الجزء الثاني ده بيتكلم عن ايه. يلا بينا بسم الله. قال لك المره اللي فاتت احنا وقفنا عند مقاومة أبناء الصعيد، يبقى احنا المرة اللي فاتت الجزء الأول انتهى عن مقاومة أبناء الصعيد، وقلنا إن نابليون فشل في إخضاع أهالي الصعيد. قال لك بسبب اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات، ومش بس كده التي أنهكت قوة الفرنسيين، وكمان بسبب طول الوادي. طب يلا بينا بقى نشوف ثورة القاهرة الأولى. قال لك عندنا بكل بساطة بعد ما فشل نابليون وخد بعضه ورجع من الصعيد سمع خبر مش حلو. طب ايه يا عم الخبر اللي مش حلو؟ قال لك الخبر ثورة القاهرة الأولى، إن المصريين قال لك بكل بساطة عملوا ثورة. طب يا عم ماشي، ثورة القاهرة الأولى دي كانت موجودة فين؟ قال لك كانت موجودة في الجامع الأزهر. يبقى كان مركز ثورة القاهرة الأولى الجامع الأزهر. طب هي ليه المصريين قاموا بالثورة دي؟ قال لك بسبب قال لك فرض نابليون الضرائب الفادحة على المصريين. طب اشمعنى؟ ما انا قلت لك ان الاسطول الفرنسي غرق بسبب موقعة ابو قير البحرية، صح الكلام ده؟ هتقول لي صح. فمعنى ذلك ان مفيش امدادات جايه من فرنسا للحمله، ونابليون عايز فلوس، فبالتالي علشان يجيب الفلوس فبدا يفرض قال لك الضرايب على المصريين، عشان ممكن يرخم عليك في الامتحان ويقول لك ظهر الوجه الحقيقي قال لك للاحتلال الفرنسي امتى؟ اثناء قال لك عندنا ثوره القاهره الاولى، ان هو بدا نابليون يطالب المصريين بالضرائب. طب ده كان نابليون، الجنود الفرنسيين عملوا ايه؟ قال لك لا، قام الجنود الفرنسيين بتفتيش البيوت بحثا عن الاموال، هدموا ابواب الحارات. طب ليه؟ وطالما قلت ليه يعني بما تفسر لمطارده عناصر المقاومه وهدم الكتير من المباني والمساجد. طب ليه؟ قال لك بحجه تحصين القاهره. يبقى الجنود الفرنسيين كانوا بيفتشوا البيوت بما تفسر ليه؟ بحثا عن الاموال. الجنود الفرنسيين هدموا ابواب الحارات، ايوه ليه؟ لمطارده عناصر المقاومه. الجنود الفرنسيين هدموا الكثير من المباني والمساجد ليه؟ عشان يحصنوا القاهره. طب حلو الكلام. تعال نعرف الاحداث. قال لك احداث ثار الاهالي قال لك ضد الفرنسيين، واشتدت الثوره وامتدت لباقي الاقاليم المجاوره. واستخدم الفرنسيين على فكره اسلوب الشده والعنف لاخماد الثوره. ومش بس كده، ده دخل الفرنسيين الجامع الازهر بالخيول. يبقى كده نابليون قال لك عندنا اهان المقدسات الدينيه. ان نابليون بكل بساطه كده قال لك دخل الجامع بالخيل، يعني معنى ذلك ان هو مش بيحترم اي صوره من صور الدين الاسلامي. كان في الاول كان بيقول للمصريين لا انا بحترم الدين الاسلامي وليكم الحريه انكم تقيموا الشعائر الاسلاميه براحتكم بكل راحه ليكم، ولكن ان نابليون هنا في الوقت ده ظهر وشه الحقيقي اثناء ثوره القاهره الاولى. طب تعالى نعرف النتيجه. قال لك اعدام الكثير من الاهالي والثوار، وفرض غرامات ماليه على العلماء والتجار، وقيام القوات الفرنسيه بتحصين القاهره. يعني ايه؟ قال لك ان نابليون جاب اهالي الثوار، وجاب الثوار اللي كانوا اثناء الاحداث الثوره، جابهم كده بكل بساطه، وفي الاخر راح اعدمهم قدام اهاليهم. مش انت كنت في الثوره؟ وانت كنت في الثوره؟ اعدام قدام الاهالي. طب اشمعنى قدام الاهالي؟ قال لك عشان بكل بساطه يبقوا عبره ان مفيش حد مجرد تفكير ان يعمل ثوره تاني ضد الفرنسيين. وفرض غرامات ماليه على العلماء والتجار. يا علماء مش انتوا دايما اللي بتسخنوا المصريين ضدنا؟ يلا بقى البسوا غرامات ماليه ادفعوا. كذلك التجار، مش انتوا زعلانين قوي انتوا عملتوا ثوره عشان احنا بنهد المساجد والاثار عشان بنحصن القاهره؟ ايوه احنا عملنا ثوره بسبب كده. لا برضه انا الشروع قال لك عندنا في تحصين القاهره، يعني احنا هنستمر برضه في تحصين القاهره. حلو الكلام. تعال نكمل. الحمله الفرنسيه على الشام.
بكل بساطه بعد ما انتهت ثوره القاهره الاولى برضه نابليون سمع خبر مش حلو. ايه الخبر؟ قال لك ان بريطانيا، قال لك وبكل بساطه وروسيا وكمان معاهم الدوله العثمانيه حصل ما بينهم تحالف. طب احنا سألنا نفسنا ليه حصل تحالف؟ هيقول لك بكل بساطة كده بسبب لإخراج الحملة الفرنسية من مصر بالقوة. يبقى علشان احنا يخرجوا الحملة الفرنسية من مصر بالايه؟ بالقوة. ان بريطانيا تحالفت مع روسيا، تحالفوا مع الدولة العثمانية، ساعدوها ليه؟ عشان يخرجوا الحملة الفرنسية من مصر بالقوة. طب يا عم تمام، الدولة العثمانية عملت ايه؟ قال لك ان الدولة العثمانية بكل بساطة كده اهي هكتبها لك هنا، ان الدولة العثمانية ارسلت حملتين. قال لك عندنا حملة برية، والحملة البرية دي جاية عن طريق الشام. قال لك وعندنا حملة بحرية ودي جاية عن طريق جزيرة رودس من البحر. يبقى نابليون لقى نفسه قدام حملتين، حملة برية وحملة بحرية. الحملة البرية جاية عن طريق الشام، والحملة البحرية جاية عن طريق جزيرة رودس. يبقى تاني ان ليه نابليون خرج من مصر وراح الشام؟ عشان هو ادرك او علم ان يوجد تحالف بين الدولة العثمانية وانجلترا وروسيا. ايوه ليه؟ لاخراج الفرنسيين من مصر بالقوة. طب يا عم ايه الحملات؟ واحنا قلنا حملة بحرية جاية عن طريق جزيرة رودس، وحملة برية جاية عن طريق الشام. حلو الكلام. الحملة الفرنسية على الشام، قال لك رغبة نابليون في القضاء على الجيش العثماني قبل وصوله الى ايه؟ الى مصر. يعني ايه الكلام ده؟ بالبلدي ان نابليون كان عايز اللي هو يتغدى بالعثمانيين قبل ما هم يتعشوا بيه. انا اطلع احاربهم بره احسن ما احاربهم في مصر، عشان لو حاربتهم في مصر ممكن المصريين يساعدوا العثمانيين، ما هم برضه عايزين يمشوا مين؟ الفرنسيين. عشان كده نابليون بكل بساطه قال لك عندنا طلع بجيشه بسبب رغبه نابليون في القضاء على الجيش العثماني في الشام قبل ان يصل الى ايه؟ الى مصر. طب خط سير الحمله، قال لك استولى نابليون على العريش ثم غزه. تعال نعرف خط سير الحمله مع بعض. قال لك عندنا خط سير الحمله، نابليون طلع من القاهره قال لك وعدى على سيناء فاستولى على مدينه العريش، وبعد العريش استولى على غزه، وبعد غزه استولى على يافا، وبعد يافا كان المفروض يستولى على مدينه عكا. طب هو نجح ان هو يستولى على العريش ونجح ان هو يستولى على غزه، كان فاضل له ايه؟ مدينه يافا. حلو الكلام. يلا بينا تعالى نعرف بقى ان نابليون عمل ايه في مدينه يافا. قال لك بكل بساطه ان نابليون حاصر مدينه يافا، منع اهلها من الدخول والخروج، منع عليهم الاكل والشرب. فعرض عليهم العرض قال لهم لو انتوا هتدخلوني انا هامنكم على الارواح والاموال بتاعتكم. طب هل ده حصل؟ هو بصراحه ما حصلش. طب هو ليه ما حصلش؟ اصل انت مستعمر، انت محتل، انت راجل اجنبي، فبالتالي انت راجل كذاب، انت جاي تسرقني. اي محتل كده، اي احتلال كده. فالمهم ايه؟ ان اهل يافا بعد ما سمحوا لنابليون يخش المدينه قال لك ارتكب فيهم حاجه يعني ضد الانسانيه تماما. عمل فيهم مذبحه اسمها مذبحه يافا البشريه. يبقى هو عمل فيهم مذبحه اسمها مذبحه يافا الايه؟ البشريه. يبقى حاصر نابليون يافا حصارا شديدا، وبعد ما استيلاءه على مين؟ على العريش وغزه. المهم عمل ايه في الاخر؟ عمل مذبحه يافا البشريه. طب ايه النتيجه؟ قيام نابليون بمذبحه يافا البشريه ترتب على ذلك استبسال اهالي عكا للدفاع عن المدينه. مش فاهم حاجه؟ تعال افهمك. قال لك لو احنا هنفكر، لو احنا هنرجع تاني للخريطه، احنا قلنا بعد يافا مدينه عكا. اهل عكا بصوا على منظر اهل يافا ايه اللي حصل لهم بعد ما دخل نابليون. ما هو قالوا لو احنا هنخلي نابليون يخش هيحصل فينا زي ما حصل مع اهل يافا، صح؟ هنتذبحوا زينا زيهم. فقال لك احنا هندافع عن المدينه لاخر راجل. يبقى النتيجه المترتبه على مذبحه يافا البشريه ان اهالي عكا استبسلوا ودافعوا عن المدينه. طب تمام، يبقى استبسل اهالي ايه؟ عكا. حلو الكلام. ومش بس كده، ان نابليون في الاخر عموما ان هو فشل في دخول عكا. هو حاصر عكا ولكن فشل في دخولها. طب ليه فشل في دخولها؟ قال لك لسببين. اول سبب استبسال اهالي عكا.
ان هم فضلوا يدافعوا عن المدينه بقياده واحد اسمه احمد باشا الجزار. طب جميل، ومش بس كده، قال لك ودعم البريطانيين لاهالي عكا. ايوه يا عم، دعم البريطانيين قال لك لاهالي عكا. طب هم دعموهم بالايه؟ قال لك دعموهم بالمؤن وكمان الذخائر. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى افهمك على الخريطه. ارجع تاني على الخريطه، امسح دي. احنا اتفقنا من ايام معركه ابو قير البحريه ان هنا الاسطول البريطاني، ايوه يا عم ده مسيطر على السواحل المصريه، حلو. هنا مدينه عكا، ونابليون طلع كده وحاصرها. قال لك ان البريطانيين بداوا يساعدوا اهالي عكا بالمؤن والذخاير. ما هو نابليون فرض عليهم حصار، ولا في اكل ولا في شرب ولا في خروج ولا في دخول. فطبعا البريطانيين ادوهم اسلحه وادوهم اكل يقدروا يحاربوا بيها الفرنسيين. وفي الاخر ان اللي يهمني ان نابليون فشل في دخول مدينه عكا. طب ايوه، بما تفسر ليه؟ بسبب استبسال اهالي عكا بقياده احمد باشا الجزار ودعم الاسطول البريطاني لاهالي عكا بالمؤن والذخاير. المهم نابليون خد بعضه ورجع تاني. قال لك ما النتائج المترتبه على الحمله الفرنسيه على الشام؟ فشل الحمله الفرنسيه على الشام قال لك بسبب عدم استطاعه الفرنسيين من دخول مدينه عكا. واثناء عوده نابليون من الشام وصل الاسطول العثماني القادم من جزيره رودس اللي هي الحمله البحريه. انا مش فاهم حاجه. قال لك نابليون لسه راجع من الشام، قال لك سمع خبر وحش برضه ان الحمله البحريه اللي جايه من عند الدوله العثمانيه وصلت، اللي هي جايه من جزيره رودس. فحصلت موقعه، خلي بالك من اسمها بالله عليك، اسمها موقعه ابو قير البريه. طب ايه الموقعه دي؟ قال لك ان الموقعه دي هي عباره عن معركه، قال لك بين الفرنسيين وبين العثمانيين. طب حلو الكلام، ولكن الفرنسيون على فكره انتصروا والعثمانيين انهزموا. طبعا الفرنسيين كانوا بقياده مين؟ كانوا بقياده نابليون. طب اسالك سؤال، هل الانتصار ده كان ليه فايده؟ اقول لك بصراحه هو ما كانش ليه فايده. ليه؟ ما انت كده كده متحاصر، ما انت كده كده مش عارف تطلع بره مصر. انت حبيت تطلع عن طريق الشام، فشلت ورجعت تاني لمصر، ومش عارف تروح فرنسا بسبب ان في اسطول بريطاني مستنيك فين؟ في البحر المتوسط. فبالتالي يقول لك انتصار ما كانش ليه اي جدوى. بس خلي بالك لو سالك عن معركه ابو قير البريه، خلي بالك هنقول له هزيمه القوات العثمانيه. خلي بالك في فرق بين موقعة ابو قير البريه وابو قير البحريه. البحريه كانت بين فرنسا وبين بريطانيا الاسطول، ارجع للجزء الاول. اما البريه كانت بين العثمانيين والفرنسيين. المهم قال لك نابليون بعد ما خلص من معركه ابو قير البريه برضه سمع خبر مش حلو. قال لك سمع ان الدول الاوروبيه عملت تحالف عسكري كبير ضد فرنسا. طب يعني ايه الكلام ده؟ تعال افهمك. قال لك ان انجلترا اتحالفت مع بولندا، مع بلجيكا، قال لك مع اسبانيا، مع ايطاليا، كلهم عملوا جيش كبير ورايحين يحاربوا فرنسا في عقر دارها. فطبعا نابليون هيبص بكل بساطه، هل انا احارب هنا ولا اروح احارب في بلدي احسن؟ طبعا هروح احارب في بلدي احسن. فرحل نابليون عن مصر سرا. خلي بالك من المعلومه دي، رحل نابليون عن مصر سرا. خلي بالك من المعلومه دي، تمام؟ يبقى ليه نابليون مشى عن مصر؟ بسبب انه علم ان يوجد تحالف اوروبي ضد فرنسا. طب ترك القياده لمين؟ لواحد اسمه كليبر، هو ده الجنرال كليبر. قال لك تولى كليبر قياده الحمله. قال لك وكانت الحمله كانت مهدده بالعديد من الاخطار. وعلى فكره كليبر ده كان من ضمن انصار الجلاء. طب يعني ايه كلمه انصار الجلاء؟ يعني معنى ذلك هم انصار الرحيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقصد يقول لك ان كليبر كده كده كان عايز يمشي، ما كانش عايز يقعد. طب ليه؟ قال لك بسبب تناقص عدد جنود الحمله، وارسال الدوله العثمانيه حملات جديده على العريش ودمياط، وعوده المماليك للمقاومه، وتجدد ثورات المصريين. لذلك تفاوض كليبر مع الدوله العثمانيه. انا مش فاهم حاجه. يقصد يقول لك ان كليبر قائد الحمله، ان كليبر كان عايز يمشي. طب ليه؟ قال لك قله عدد جنود الحمله. ما هو الحمله دخلت في حروب ياما، اسكندريه، امبابه، شبرخيت، اهالي الصعيد، ثوره القاهره اولى، الحمله على الشام، دخلت يافا، دخلت عكا، وبعد كده رجعت على ابو قير البريه.
ده غير معركه ابو قير البحريه لوحدها. معنى ذلك ان الفرنسيين دخلوا معارك ياما جدا في مصر، فبالتالي اكيد في منهم بيموت، صح ولا غلط؟ وغير اللي مات منهم من الامراض. المهم ان عدد جنود الحمله نقص. مش بس كده، وارسال الدوله العثمانيه حملات جديده. مش الدوله العثمانيه ارسلت حمله بريه وحمله بحريه؟ هتقول لي والاثنين فشلوا، انا معاك. ولكن ان الدوله العثمانيه ارسلت برضه حملات تاني للعريش ودمياط وعوده المماليك للمقاومه. المماليك كانوا عايشين في الصعيد في حالهم، بداوا يعملوا مقاومه ضد الفرنسيين تاني، بدات ترجع تاني، وتجدد برضو ثورات المصريين. عشان كده كليبر قال انا اجيبها من قصرها واقعد مع الدوله العثمانيه ونعمل معاهده اطلقوا عليها معاهده العريش. طب تعالى نعرف ايه هي معاهده العريش. قال لك بكل بساطه معاهده العريش اهي. التاريخ قال لك مارس ابريل سنه 1800. تعالى نكمل ونشوف الدنيا هنا بتقول ايه. طبعا هنا بس في غلطه، مش صوت القاهره الثانيه، هي هنا معاهده العريش. قال لك التاريخ سنة 1800 الأطراف الفرنسيين والعثمانيين. الأسباب: أدرك كليبر استحالة بقاء الحملة الفرنسية في مصر في ظل الأخطار اللي بتهددها. يبقى سبب قال لك عندنا معاهدة العريش هو رغبة كليبر في الرحيل، لأنه أدرك استحالة بقاء الحملة في مصر. طب الشرط؟ قال لك إن كليبر قعد مع مين؟ مع الوالي العثماني او مع العثمانيين. قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم بكل بساطه انت مش عايزين ان احنا نمشي؟ هتقول لي فعلا عايزينكم نمشي. قال لهم بكل بساطه انتوا هتجيبوا الاسطول بتاعكم، الاسطول العثماني بتاعكم، تيجوا بيه مصر وتاخدونا كلنا وتودونا فرنسا. حلو الكلام. يعني معنى ذلك ان كليبر قال للعثمانيين ان الجنود الفرنسيين هيخرجوا من مصر على نفقه الدوله العثمانيه، على حساب الدوله العثمانيه. طب ليه؟ المفروض تقول يا محمد طب ما هم ياخدوا اي مركب ويروحوا بيها. هو بحب اقول لك هو اصلا الجنود الفرنسيين بقوا عندهم اسطول. مش احنا اتفقنا الاسطول اتدمر اثناء معركه ابو قير البحريه؟ هتقول لي يبقى هيروح فرنسا ازاي؟ فهم محتاجين اسطول خارجي، فطلبوا الاسطول من مين؟ من الدوله العثمانيه. مش انت عايزني امشي؟ ايوه يا عم انا عايزك تمشي. طب خلاص هات الاسطول بتاعك ومشيني. طبعا المعاهده في الاخر فشلت. طب هي ليه فشلت؟ قال لك بكل بساطه علشان بريطانيا رفضت. قال لك بريطانيا رفضت الاتفاق وطلبت استسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى افهمك واقول لك. يقول لك ان بريطانيا قالت اللي هم مش هيخرجوا جنود، دول يخرجوا كأسرى حرب. يعني ايه الكلام ده؟ في فرق انك تخرج جندي وفي فرق انك تخرج كأسير. الأسير بيبقى مجرد من كل شيء، من لبسه العسكري، من سلاحه، من الرتبه اللي على كتفاته. فمعنى ذلك بكل بساطه ان بريطانيا رفضت، قالت للدوله العثمانيه ما تعمليش كده. قال لك ما اعملش، لازم جنود الفرنسيين يخرجوا كأسرى حرب. يعني بيقصد ان بريطانيا كانت عايزه تذل مين؟ فرنسا. حلو. ولكن كليبر هل قبل بالكلام ده؟ لا طبعا. كليبر رفض الكلام ده وهاجم القوات العثمانيه. قال لك عندنا واخرجهم من ايه؟ من القاهره، فتقهقرت الى الشام. فضل يطاردهم لحد الشام. طب حلو الكلام. تعالى بقى نتكلم على ثوره القاهره الثانيه. كليبر لسه قاعد سمع برضو خبر مش حلو. قال لك ان المصريين عملوا ثوره ثانيه اسمها ثوره القاهره الثانيه. يبقى ثوره القاهره الايه يا باشا؟ الثانيه. قال لك طب مكانها فين؟ حي بولاق. بالله عليك ركز. ثوره القاهره الاولى الجامع الازهر، ثوره القاهره الثانيه حي بولاق. احداثها: قامت الثوره بزعامه واحد اسمه السيد عمر مكرم. ركز في الاسم ده عشان ليه دور كويس جدا جدا في الدرس اللي جاي. طب مين عمر مكرم ده؟ ده نقيب الاشراف. حلو الكلام. يعني ايه؟ يعني كان في محبه يعني ايه؟ وزير. المهم نتائجها: قال لك قامت القوات الفرنسيه باخماد الثوره وتدمير حي بولاق. حلو. وقام كليبر بفرض المزيد من الضرائب ومصادره الاموال. مش انتوا بتعملوا ثوره؟ طب انا هدمر حي بولاق مركز الثوره وهفرض عليكم برضو الضرائب. ولكن في حاجه هسالك سؤال كويس قوي. ان نابليون خرج من مصر كم مره؟ هتقول لي مرتين. مره قال لك عندنا الى الشام ومره الى فرنسا. الشام اثناء التحالف العثماني البريطاني الروسي. حلو. اما الى فرنسا اثناء التحالف الاوروبي. يعني يقصد يقول لك هنا لما يجي يسالك في الجزئيه دي ان نابليون خرج من مصر بسبب
من الاخر كده التحالفات الدوليه. السؤال ده جه في دماغي ومهم جدا، حلو، ومش اي حد يحله، خلي بالك من السؤال ده. المهم، يبقى ثوره القاهره الثانيه كان مركزها حي بولاق. قامت الثوره بزعامه واحد اسمه السيد عمر مكرم، ولكن الثوره في الاخر فشلت، اتدمر حي بولاق، وقام كليبر بقتل العديد من الثوار وفرض عليهم الضرائب. ولكن من قتل يقتل، فحصل مقتل كليبر. قال لك ان كليبر كان في مره كان في القصر بتاعه بيتمشى، حلو الكلام، فظهر له واحد على هيئه متسول، فكان بيطلب حسنه، ولسه كليبر بيمد ايديه عشان يطلع له الفلوس اللي هيديها له، راح مطلع خنجر وضربه في قلبه. طب مين اللي ضرب كليبر في قلبه؟ واحد اسمه سليمان الحلبي، على فكره كان راجل سوري ما كانش مصري. قال لك بعد مقتل كليبر، قال لك مين اللي قتل كليبر الاول؟ قال لك طالب في الازهر اسمه سليمان الحلبي. مين قائد الحمله؟ طبعا كليبر مات. مين اللي مسك بعديه؟ قال لك عندنا واحد اسمه مينو. خلي بالك مينو ده كان من ضمن انصار البقاء. طب ثانيه واحده بس، ان هو يعني ايه من ضمن انصار البقاء؟ يعني معنى ذلك ان هو كان عايز يقعد. يعني هو تشابه مع مين هنا؟ ده تشابه مع نابليون، ان نابليون برضه كان عايز يقعد. بس كليبر عمل اصلاحات. عمل ايه؟ قال لك طور الزراعه وطور الصناعه واهتم بالتجاره والصحه، واصلح كمان نظام قضائي. يعني اهتم بالحكم واهتم بالصحه والتجاره والصناعه والزراعه. حلو الكلام. طب هو ليه كان عايز يهتم بدول؟ قال لك علشان يجعل مصر مستعمره فرنسيه كبرى. يبقى عشان يجعل مصر مستعمره ايه؟ فرنسيه. يبقى كان مينو ينوي البقاء في مصر ويحولها لمستعمره فرنسيه، فقام بوضع خطط اصلاحيه. طب تعالى نتكلم على جلاء الحمله الفرنسيه عن مصر. قال لك جلاء الحمله الفرنسيه ارسلت انجلترا اسطول حربي لابو قير تاني، بريطانيا ارسلت اسطول تاني. قال لك بجانب برضو انضم اليها الجيش العثماني، فطبعا ان الحمله مش هتقدر تستحمل كل ده من الجيوش، فطلبت الاستسلام، وتم الجلاء سنه 1801. هنا مشت الحمله. تعال بقى نتكلم على جزئيه مهمه هتيجي في كل امتحان، هي لا يخلو منها اي امتحان للصف الثالث الاعدادي. جزئيه يعني مش مهمه، دي مهمه جدا. نتيجه الحمله الفرنسيه، احنا عارفين ان الحمله الفرنسيه هي اثرت علينا وموتت مصريين ياما، حلو الكلام، وهو احتلال وسرقه كل الكلام ده. ولكن الفرنسيين لما جم اثروا في المصريين برضه، يعني كان في ليها جانب ايجابي، بيقولوا كده علماء التاريخ كان ليها جانب ايجابي. طب ايه يا عم الجانب الايجابي ده؟ قال لك نمو الروح القوميه لدى المصريين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني البلد دي بلدي، الارض دي ارضي، لازم ادافع عنها، ما ينفعش تتسرق قدام عيني واسكت. يبقى نمو الروح القوميه لدى المصريين، حيث ظهر ذلك بعد خروج الحمله الفرنسيه من مصر، حيث تمسك المصريين بحقهم في الحريه. قاوم الفرنسيين ثوره القاهره اولى، ثوره القاهره ثانيه، مقاومه اهل اسكندريه، مقاومه اهل الصعيد، كل دي تندرج تحت بند المقاومات الشعبيه. يبقى ده بيدل على نمو الروح القوميه للمصريين، وتوجيه انظار اوروبا لاهميه موقع مصر الجغرافي، وده جانب سلبي. ليه؟ لفت نظر بريطانيا لاهميه موقع مصر الاستراتيجي الجغرافي. انا مش فاهم، يعني يقصد يقول لك ان فرنسا تمشي، فرنسا مشت، بريطانيا تيجي. يبقى خاصة ان انجلترا لاهمية موقع مصر الجغرافي، يبقى توجيه انظار اوروبا لاهمية موقع مصر الجغرافي خصوصا بريطانيا. تطور نظام الحكم والادارة، حيث قام نابليون بانشاء الديوان العام وديوان القاهرة وديوان الاقاليم عشان يجمع الضرائب. طب ليه؟ قال لك بهدف تدريب العلماء والاعيان على نظام مجالس الشورى حيث الاستشاره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقصد يقول لك ان نابليون علمنا تبادل الاراء. زمان من ايام من ايام العصر الفرعوني كنا ننام نصحى ان ده الفرعون وده اله ما ينفعش نناقشه، لحد الدوله المملوكيه ننام نصحى ده الخليفه، حتى لما جت الدوله العثمانيه ده الوالي. المصريين دايما كانوا بيسمعوا وبيسكتوا، ما كانوش بيدوا اي ردة فعل. ولكن ان نابليون علمنا، قال لك التدريب على مجالس الشورى، تبادل اراء، ده صح وده غلط، طب ده كويس تمام، طب ده مش كويس ليه. وكمان ده ظهر اثناء اختيار محمد علي، ان هو نابليون ساعدنا اصلا
قال لك ازاي نختار الحاكم بتاعنا، او احنا اتعلمنا من الفرنسيين ازاي نختار الحاكم. يبقى تطور نظام الحكم والايه والاداره. حلو الكلام. يبقى نمو الروح القوميه، قال لك عندنا ظهر بعد خروج الحمله الفرنسيه، حيث تمسك المصريين بحقوقهم واختيار وحق اختيار من يحكمه، هنا لما اخترنا محمد علي، وتوجيه انظار اوروبا، وكمان تطور نظام الحكم لما اتعلمنا ازاي نحكم بنظام ايه؟ الشورى. حلو الكلام. عن طريق طبعا الدواوين زي ديوان العام، ديوان القاهره، وديوان الاقاليم. حلو. قال لك وقام العلماء بقى، دي هنا النتائج العلميه، خلي بالك اللي فوق دي كانت نتيجه سياسيه، اما النتيجه العلميه قال لك ان علماء الحمله الفرنسيه حبوا يربطوا البحر الاحمر بالبحر المتوسط، يعني حبوا يعملوا قناه زي قناه ايه؟ السويس، ولكن فشل بسبب ان حصل اخطاء في الحسابات الرياضيه. ثم تاليف كتاب وصف مصر، انه طب الكتاب ده موجود فين؟ في فرنسا. وانشاء المجمع العلمي زي معهد كده المصريين بتروحوا يتعلموا فيه، وده اللي يهمني، اكتشاف حجر رشيد، ان في واحد عرف يفك الرموز الهيروغليفيه واليونانيه على حجر رشيد. طب مين الراجل ده؟ واحد اسمه شامبليون. الراجل ده هو فتح لنا بوابه التعرف على التاريخ المصري القديم. يبقى اكتشاف حجر رشيد ترتب على ذلك تعرف تاريخ ايه؟ مصر. وخلي بالك دي النتائج العلميه. ثم اثار اقتصاديه واجتماعيه. الفرنسيين اثروا علينا في ايه؟ تعال اقول لك. اول حاجه بكل بساطه، الفرنسيين اثروا علينا او اهتموا بايه؟ اهتموا بالزراعه، فتنوعت المحاصيل الزراعيه. مش بس كده، واهتموا كمان بمشاريع الري، عكس مين؟ عكس العثمانيين او عكس الوالي العثماني. العثمانيين ما اهتموش بالزراعه، اهتموا بالصناعه، زي صناعه ايه؟ الغزل والنسيج، والصناعات الدقيقه، الدباغه وحروف الطباعه، والتجاره. فتحوا اسواق جديده في بلاد البحر الاحمر، يعني في الشرق، ودارفور في الجنوب في السودان، والحبشه وشمال افريقيا. واهتموا بالصحه العامه، انشاء الفرنسيين حاجه اسمها المحاجر الصحيه. طب هي كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في العاصمه القاهره، يعني معنى ذلك كانت موجوده في شمال مصر او في الوجه البحري. تعالى بقى افهمك بكل بساطه. قال لك عندنا ايه النتيجه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي اثرت بيها في الحمله الفرنسيه علينا؟ اهتموا بالزراعه، قال لك دخلوا محاصيل زراعيه جديده، يعني دون بذور جديده احنا ما كناش نعرف عنها حاجه. واهتموا بمشاريع الري، بداوا يعملوا سدود وقناطر. ثم الصناعه، اهتموا بصناعه صناعه الغزل والنسيج، الهدوم، وصناعه ايه؟ الدباغه وحروف الطباعه، والتجاره. قال لك احنا عايزين نتاجر، عايزين برضو نبيع ونشتري، مش احنا اهتمينا بزراعه وصناعه، يبقى عندنا بضاعه لازم نتاجر. فتحوا اسواق في البحر الاحمر ودارفور وبلاد الحبشه. جاء المحاجر الصحيه، ان هنا الفرنسيون عملوا محاجر صحيه عشان انتشر في مصر مرض اسمه مرض الطاعون، بسبب ان الفرنسيين ما كانوش بيدفنوا الجثث اثناء الحروب او المعارك. فطبعا ربنا ابتلاهم بمرض اسمه مرض الطاعون، ان المرض ده كان بيدمر الاوعيه الدمويه من جوه. فطبعا الفرنسيين كان لازم يشوفوا حل للمشكله دي، فعملوا حاجه اسمها المحاجر الصحيه. طب المحاجر الصحيه كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في مدينه القاهره، يعني في شمال مصر، او موجوده فين؟ في الوجه الايه؟ البحري. حلو الكلام. هنا كده يكون الجزء الثاني خلص. كده درس الحمله الفرنسيه اتشرح على جزئين، جزء اول جزء ثاني. واستنى برضو فيديو الحل، عشان فيديو الحل ده هو التطبيق. اتمنى ما تنساش برضو تعمل لايك وسبسكرايب عندنا في القناه، وتتابع صفحتنا على الفيسبوك، وتتابعنا برضو في اليوتيوب. اي حاجه هنزلها انا معاك لحد اخر يوم في السنه، لحد ليله الامتحان باذن الله. كان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.